السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب كلكم تبقوا بخير وانتم مبسوطين. النهارده فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مهلبية كوسة، كيكة شوكولاتة، مهلبية مشمش، رز بلبن. اذا عجبكم الفيديو ده اعمل لايك، كمان اول مرة تشوفوه اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة معايا وهي مهلبية الكوسة، من الحاجات الحلوة قوي 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 للناس اللي ما جربتهاش، يا ريت تجربها. طبعا مغذية ومفيدة وطعمها حلو. احسن حاجه طعمها حلو فعلا، مش هتصدقوا ان دي مهلبية كوسه. اول حاجه جبت الكوسه وقشرتها، عشان القشره بيبقى فيها رمل، عشان هي الكوسه من نوع حاجه طريه قوي، فمن اي حاجه ممكن الطبقه الخارجيه تتاثر. بعد ما شلت منها القشر كده برجع اغسلها واقطعها ونحطها في الحله ونغمرها بالماء ونحطها على البوتاجاز لحد ما تستوي. هعرف ازاي انا استوت؟ هتلاقوا ان هي طبعا انهرت ولونها اتغير خالص. لونها اتغير، هي لونها اخضر كده، بتبقى لون اغمق شويه يعني. بسيبها لحد ما توصل للمرحله دي عشان اتاكد ان هي استوت خالص. لازم تكون مستويه خالص. طبعا كنت بعمل المهلبيه دي الاول بالقلب بتاع الكوسه، يعني بجيب الكوسه اقورها اللي هي للمحشي واخد القلب بتاعها، بعمل يعني مش كتير بقى بعمل محشي. فجت الفكره بقى ان انا اخد الكوسه نفسها واعملها مهلبيه. هنسيبها بقى تبرد خالص لو هنضربها في الخلاط. هنعملها سخنه، هنضربها سخنه. لو عندنا الهاند بلندر هضربها بالهاند بلندر كويس. وافرمها كويس بالهاند بلندر. الهاند بلندر ساعات بيفوت حتت من الكوسه او اي حاجه بيجي يفرمها، فالاحسن تسيبوها تبرد وتضربوها بالخلاط، هتطلع انعم ومخلوطه اكتر في الخلاط. بعد ما فرمتها بقى بالهاند بلندر هبدا احط عليها كيس فانيليا واحط السكر. السكر طبعا حسب الرغبه، يعني انا بحط السكر وادوق كده على طرف لساني اشوف انا محتاجه حاجه تاني ولا لا. السكر طبعا ده كل واحد وذوقه، في ناس بتحب السكر زياده، في ناس بتحبه مظبوط، في ناس بتحبه قليل، ناس بتقلل سكر قوي عشان الناس اللي عندها السكر بتحب تاكل من الحاجه، فكل واحد براحته. يعني برجع اقلب بقى السكر والفانيليا مع الكوسه، ودي كيلو من اللبن الحليب الجاموسي. برجع اقلب كله مع بعضه كويس. اللبن طبعا كان ساقع ويعتبر عادل الكوسه، يعني الكوسه حتى لو كانت سخنه خلاص هو عادلها وبقى كله مع بعضه يعني ساقع. فممكن في المرحله دي ازود النشا. خايفين تزودوا النشا لا يكلكع منكم في المرحله دي او مش هتدوب منكم، ممكن تدوبوها في حبه ميه. ده النشا انا بحط 4 معالق من النشا. لو مش متاكدين اللبن ساقع زي ما قلت لكم دوبوها في حبه ميه، انما هي ما بتتدوب كده على البارد احسن من الميه، وارجع وهي سخنه بتكلكع جوه الحاجه. انا كده بحبها اكتر. وهرجع ارفعها على النار لحد ما الاقيها بتغلي اهو زي ما احنا شايفين كده، والقوام اتماسك جدا اهو، بتغلي وبس زي ما انتم شايفينها كده، جميله وناعمه جدا بالطريقه اللي انا عاملاها. يعني لازم الحاجه تغلي كويس عشان طعم النشا يروح منها خالص. لو انتوا استعجلتوا وقفلتوا من قبل ما تغلي بتلاقوا طعم النشا في الحاجه. فلازم الحاجه تستوي حلو وتكون مستويه حلو. شوفوا دقتها تاني لقيتها محتاجه سكر، رجعت زودت تاني حوالي معلقه سكر. بقول لكم السكر ده حسب الرغبه، وندوق مره واثنين وثلاثه هو ده الطعم اللي احنا عايزينه ولا محتاج سكر تاني. وبعدها وخلي بالنا السكر كمان بيظبط الطعم، يعني بيخلي الحاجه تظهر ويظبط الطعم. وهرجع اسيبها تغلي تاني كويس على البوتاجاز.
ونفضل طبعا نحركها ونقلبها كويس عشان ما تاخدش لون من تحت، عشان اي حاجة ساقعة بحكم السقوعية ممكن تلزق او تشيط من تحت. فدي حاجة يعني في كل الحلل، كل اي حاجة ساقعة. زي ما انتم شايفين كده عمالة تستوي وتطلع فقاقيع. دي عملتوها قبل كده احسن من الكسر واحسن من حاجات كتير. لها طعم مميز كده، طعم حلو، الكوسة مش باينة فيها خالص. فما تخافوش ان انتوا تجربوها، غير فوائدها الصحية. بعد كده هندخل على مهلبية المشمش، من الحاجات الجميلة اوي اللي تتعمل في الموسم او حتى بره الموسم لو انتوا خزنتوه. طبعا جبنا المشمش فصصناه وسلقناه كويس، وخدنا جزء منه فرزته، والجزء التاني هعمله مهلبية بعد ما يبرد خالص. برضو بعد ما اتسلق وبرد هاخده في الخلاط وهضربه كويس. طبعا الخلاط بيخلي الحاجة انعم واحسن. في حلة بقى بعد ما ضربت المشمش في الخلاط هرجع اصبه في المية. احنا مثلا عاملين مثلا نص كيلو من المشمش. بعد ما اتسلق اهو ضربته في الخلاط، ملا مثلا نص الشفشة املاه مرة ونص مية، يعني ازود عليه مرة ونص مية عشان بيبقى طبعا المشمش مزز قوي. بزود بقى الفانيليا والسكر والنشا كله على البارد، عشان انا آه، المشمش كان معايا بارد، يعني بعد ما سلقته سبته يبرد خالص. لو مش معانا بارد هنحطه في حبة مية النشا، عشان ما ينفعش النشا تتحط على السخن، مش هتدوب معاكم خالص في المية. ماشي تمام. وده شكلها بعد ما استوت، هنفرخها في الاطباق. المقدار ده خد معايا مع حوالي 3 معالق نشا، يعني مع ان المشمش مادة كلها مية، بس بتربط اسرع تربط اسرع في المهلبيه، يعني تلاقي كده ما بتحتاجش نشا كتير. هبدا اصبها بقى في الاطباق نفس فكره مهلبيه الكوسه، وهسيبها تبرد، وبعدين هنحطها طبعا في التلاجة لو عايزين تزينوها باي حاجه، بس هي مش محتاجه اي حاجه. طبعا هي حلوه في الموسم بتاعها. لو حتى احنا جايبين كيلو مشمش ممكن نفوض منه لو ربع كيلو، او مثلا جبت المشمش والعيال مثلا ما حبوش طعمه عشان مزازته زياده، فافض منكو مشمش، فممكن يعني كميه بسيطه جدا هتزودوه ميه وهتعملوا منه احلى مهلبيه. طعمها حلو وقوامها غني كده، ومن الحاجات الحلوه قوي البيتيه الحلوه اللي بنحب نعملها.
بعد كده هندخل على كيكة الشوكولاتة. اول حاجة في الخلاط معايا 4 بيضات، ومعايا ورقة من الفانيليا، هبدأ ازود عليه 1.5 كوباية من السكر. عندي 1 كوباية من اللبن الرايب، وعندي 3/4 كوباية من الزيت، وهزود 2 معلقتين من النسكافيه الجولد او البلاك. جبت بقى 2 كوبايتين من الدقيق الخرطوم، وهزود عليهم 2 معلقتين من الكاكاو خام دريم. دي معلقة من البيكنج باودر ومعلقة من البيكنج صودا. ممكن تشيلوا الحاجتين دول، بيكنج باودر بيكنج صودا، وتحطوا كيس كيك شيف. وربع معلقة من الملح. بقلب كل المكونات اللي مع بعض، وهزود 2 معلقتين من الكاكاو خام دريم. كاكاو خام طبعا بيبقى لونه فاتح اللي هو دريم ده. لو عايزين تغمقوا الكيكه عن كده شويه، ممكن هقول لكم تعملوا ايه. هتجيبوا كاكاو خام اسباني وتاخدوا منه يعني ان شاء الله 1/4 معلقه، بيدي لون اغمق شويه، بس الطعم مقصرناش عشان احنا مستعملين طعم اللي هو كاكاو دريم، احسن كاكاو في السوق، بيخلي اي حاجه طعمها حلو. يعني لما بيدخل في اي حاجه بيخلي طعمها حلو، بتدوقي طعم الكاكاو الاصلي الطبيعي، مش بيبوظ الوصفه. الزيت لو الزيت مثلا زيت تموين او زيت رديء او قديم، وتيجي تعمليه في وصفه كيك بالذات، بيظهر او بيخلي طعم الحاجه وحش. نفس النظام الكاكاو لو نوع مش حلو او طعمه مش حلو، نفس النظام بيخلي طعم الكيكه مش حلو. يعني نفس المقادير ونفس كل حاجه، وتلاقي في حاجه طعمها حلو بالذات في كيكه الشوكولاته، وحاجه طعمها مش حلو. فالاحسن يعني نجيب حاجه نضيف. الكاكاو يكون نضيف. زودت بقى 1 كوبايه من الماء المغليه، وهقلب كل المكونات مع بعض. جبت صينيه بقى وبطنتها بورق الزبده، وهبدا اصب فيها المكونات. الكيكه دي هتقعد معايا 40 دقيقه في الفرن على درجه حراره 180 رف اوسط. بقلب كله مع بعض. زي ما احنا كده شفتوا، ما خدتش حاجه مننا، عملناها في الخلاط، وممكن كمان تعملها على ايديكم، بس الخلاط بيدي قوام انعم واسرع واسهل، بدل ما تتعبوا نفسكم في الضرب. دي صينيه بقى اللي هي الصينيه الكبيره في الطقم المستطيل، يعني هي هتدي لحد نصها كده. لو انتوا عايزين الارتفاع بتاعها لحد نص الصينيه كده. لو انتوا عايزين في الصينيه الوسطانيه هتدي الارتفاع اعلى. بعد كده شلت الورق عن الكيكه، وهعمل لها صوص بقى جميل قوي قوي قوي، فرق مع الكيكه جدا وخلاها الاحلى والاطعم. طبعا جبت 2 كوبايتين من اللبن، وهبدا ازود 1 معلقه من النشا، 1 معلقه من الدقيق، 2 معلقتين من السكر، ورقه فانيليا، 1 معلقه من الكاكاو. ممكن تضيفوا من معلقه ل2 بس انا قلت 1 معلقه كفايه. يعني كده الكيكه كلها خدت على بعض 3 معالق كاكاو كويس. يعني نسيب مثلا نص الكيس لمره تانية، نعمل بيه صينيه تانية. وكده عملنا لها صوص شوكولاته جميل، اضاف لها وخلى طعمها حلو، وعملها زي كده طبقات. والصوص ده جميل قوي. هنحطه بقى على النار لحد ما يستوي، نقلبه بقى كويس عشان ما يلزقش مننا. وكمان الدقيق، يعني بدوب الدقيق مع النشا مع السكر مع الفانيليا مع اللبن الاول، وبعدين بحطه على البوتاجاز.
قوامها جميل، طعمه طعمه جميل اوي. الصوص ده جربوه، وهو الصوص ده ادى اضافه كويسه للكيك. بعد كده شلت الورق بقى عن الكيك عشان خفت الكيك الورق يشرب الصوص بتاع الشوكولاته، فشلت الورق خالص رميته. وبعدين خرمت كده الكيكه بتاعتي بعود الشيش طاووق، وهبدا اسقيها كوبايه من اللبن. بعد ما سقيتها بقى باللبن هبدا احط عليها الصوص. والمفروض الكيكه تبقى يعني بارده، مش ما احطش كله على بعضه، لا تبقى بارده وبعدين احط صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته دافي، وعشان فيه نشا وهيربط وممكن يعمل طبقه، فالاحسن تحطوه هو دافي. هبدا بقى اصب الصوص عليها. كيكه جميله جميله جميله، يا ريت تجربوها وتعملوها. بملى كل الجوانب بقى كده واسيبها تبرد وبعدين هنقطعها. ما شاء الله ما خدتش وقت خالص، وهي على طول قطعناها واكلنا منها. يعني ما سبناهاش لحد ما تبرد. لو بردت بقى تعمل طبقات كده تبقى حلوه. يعني الاحسن طبعا انها تبرد تتحط في التلاجة يجي 3-4 ساعات كده، وبعدين تاكلوا منها. ممكن بقى تعملوها من بدري وتسيبوها كده، ما يكونش حواليكوا اطفال عشان تعملوا كده. كان عندي فورماسيل فحطيته على وش صوص الشوكولاته. هندخل على بعد كده على رز بلبن. رز بلبن كريمي رائع، احلى والله من بتاع المحلات. جربوه واعملوه على طريقته، مقاديره بسيطه. ويلا بينا على المقادير. اول حاجه معايا كوبايه من الرز اتغسلت كويس، وبعدين زودت 4 كوبايات من الميه لحد ما شربت الميه خالص. بطفي عليها البوتاجاز واركنها شويه، نص ساعه ساعه مع نفسها كده. خلاص بعد ما شربت الميه هزود عليها لتر من اللبن الحليب الجاموسي. الرز بلبن عشان يبقى طعمه حلو وكريمي لازم لبن جاموسي. زودت عليه ورقه من الفانيليا وقلبته كويس. هزود معلقتين من جوز الهند، اضافه كده بتخليه طعمه حلو مع اللبن والرز اللبن. هزود سكر ونفس النظام هدوق. لو عايز سكر تاني هحط، ما بديش مقدار للسكر. واقلب كل المكونات مع بعض. اللي يخلي ان اللبن ده زي بتاع المحلات واحلى منه طعمه مش بيتي، هنجيب طبق هنحط فيه معلقه من النشا، معلقه من الكريم شانتيه، معلقه من اللبن البودره، وهزود عليهم ميه وهدوبهم كويس بالميه لحد ما كلهم يدوب. الثلاث حاجات دول مع بعض، هي معلقه نشا واحده، الثلاث حاجات دول مع بعض بيفرقوا جدا في طعم الرز بلبن. بيخليه طعمه كريمي، طعمه ناعم، طعمه حلو زي بتاع المحلات. مش طعمه بيتي كده اللبن باين فيه والرز باين، لا. تلاقوكوا بتاكلوا حاجه حلوه. وهتشوفوا الاضافات اللي احنا حاطينها. الفانيليا بتفرق في طعم وريحه الحاجه، الجوز الهند، الكريم شانتيه، اللبن البودره، كل ده بيخلي طعمه حلو. ولو جينا نشوف هتلاقي النسب قليله. يعني ايه معلقه كريم شانتيه، يعني ايه معلقه لبن بودره، يعني حاجات قليله مش كتير، فهو يعني حلو. هبدا بقى اصبهم. وكمان كان عندي معلقتين كده من وش اللبن زودتهم عشان يبقى غني بقى وكريمي كده وكله قشطه. دي الاضافات اللي انا حطيتها اللي هتخلي طعم الرز بلبن احسن. ده احلى رز بلبن انا عملته. يعني ما نزودش في اللبن البودره، ما نزودش في الكريم شانتيه، لا حاجات بسيطه كده غير الطعم اللي احسن. وكمان يعني حاجات ما كلفتناش كتير، يعني معلقه ومعلقه.
وش اللبن طبعا عشان اللبن بيكون مغلي، فانا خدت الوش بتاعه. خلي بالنا عشان لو حطينا قشطه، حتى لو حطينا قشطه اللي هي البلدي بتاعتنا نحطها في الاخر وتقليبه واحده ونقوم نطفيه عشان ما تجبنش معانا الرز بلبن. هو الاحسن لو وش لبن مغلي قبل كده واخدين وشه، دي بيبقى احلى. هبدأ برضه اصبها في الاطباق وهسيبها تبرد في التلاجة. لما تسيبها تبرد هتلاقي ان وشها كرمش وبقى زي بتاع المحلات بالظبط. ما شاء الله الكمية دي عملت 17 طبق. هي طبقة مش يعني، هي كمية مش صغيرة بالنسبة للمقادير اللي عملناها. كيلو لبن مع كوباية من الرز، رمت كتير. حاجة مغذية، حاجة صحية، نعملها لولادنا في البيت بنظافة وطعم أحسن من بتاع المحلات. وتعودوا اعملوها على طول في البيت، من الحاجات الحلوة قوي. كمان زي ما انتوا شايفينه كده قوامه ما هواش مجبس كده، لا قوامه سايل حلو. وبعد حتى ما برد فضل قوامه مش سايل بقى، لا قوامه حلو يعني، بتمسك بس حاجة بسيطة. وده الرز بلبن بعد ما برد. حاولت اصوره لكم، طعمه جميل جدا وزي ما احنا شايفينه. واذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك، كمان لو اول مره تشوفوني اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.